ودي كانت مربة الجزر بتاعتنا بعد ما بردت. شايفين بقى بقت عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم ريحتها تحفه وطعمها لما دقتها جميل. يعني احنا ما استنيناش عليها، عملنا سندوتشات وكلنا منها على طول وهي لسه سخنه. طعمها جميل جدا. ودي كانت كل الكميه اللي عملها معانا ال2 كيلو من الجزر. شايفين عملت كميه كبيره ازاي؟ يلا بينا اقول لكم عملناها ازاي. اهلا بيكم في مطبخ حاجه حلوه. لو اول مره تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. كل سنه وانتم طيبين. بقى المدارس راجعه تاني وباللانش بوكس بقى وسندوتشات الولاد والحيره بتاعت كل يوم. قلنا بقى نعمل ايه؟ نعمل مربى. طبعا في ناس هتستغرب الجزر. المربى مش مقتصره على الفواكه بس، لا بالعكس. لو جربتوا مربى الجزر هتحبوها جدا وطعمها حلو ولذيذ والولاد هتتبسط بيه جدا. مكونات مربى الجزر سهله جدا وبسيطه. انا طبعا لجأت للجزر لان في الشتاء الفواكه مش كتير عشان نقدر نعمل مربى مثلا تين او فراوله مثلا، لكن الموجود دلوقتي كتير وسعره اقتصادي هو الجزر. انا جبت 2 كيلو من الجزر اهو. بختار بس الحبات الكبيره شويه وعشان تكون سهله معايا في البشر، وغسلته كويس. ومعايا كوبايتين من السكر، ومعايا 5 فصوص من القرنفل، دول مهمين جدا في مربى الجزر، ونص ليمونه هناخد بس منها عصره وهي بتستوي. بس كده، هي دي كل المكونات اللي هنشتغل بيها في عمل مربى الجزر. مكونات بسيطه جدا وسهله ومش هتاخد معانا وقت خالص. هنركن كده بس دول على جنب، وهنبدا نجيب حاجه واسعه بحيث ان احنا نقدر نبشر فيها الجزر. وهنبشرها بالعين العاديه خالص، المبشره. هنبشر بالعيون الواسعه اللي هي الكبيره دي، هنبشر بيها هتدي معانا نتيجه ممتازه. هنبشر الجزر بتاعنا كله. ده الجزر بتاعنا وهو مبشور. هنبشر ال2 كيلو بتوع الجزر كلهم، بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. وكده انا خلصت تقريبا نص كمية الجزر. هكمل بشر باقي الجزر اللي موجود معايا، وهضيف عليهم السكر وهقلبهم وارفعهم على النار، وارجع معاكم واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بعد ما نزل كده الجزر، نزل المية بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما ينزل المية بتاعته دي كده وتأكد ان هو نزلها، ابدأ ان انا اعصر الليمونة بتاعتي عليها عشان يعقل. وهنبدأ ان احنا نقلبها. شايفين الجزر نزل المية بتاعته ازاي؟ طبعا السكر داب وكل حاجة. طبعا كده احنا عدى معانا نص ساعة على النار. هنغطي عليه تاني ونسيبه نص ساعة كمان لحد ما يشرب المية بتاعته دي خالص ويعقد اهو. هنغطيها ونسيبها نص ساعة تاني، وهوريكم شكلها ان شاء الله لما تستوي برضو في الاخر. ودي كانت المربى بتاعتنا. بصوا الشربات بتاعها عقد ازاي. شايفين؟ خلاص هي شربت كل المية اللي فيها، ما بقاش فيها مية خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا احط لها القرنفل ده اهو. القرنفل ده مهم جدا لانه بيدي ريحة حلوة قوي للمربى وبيخلي نكهتها جميلة اهي. وهنديها كده تقليبة، يعني هنقلب القرنفل ده كده جواها، وهنغطيها تاني ونسيبها كده مع القرنفل 10 دقايق. وبعد كده هنطفي النار خالص عليها ونسيبها تبرد خالص قبل ما نعبيها في البطرمانات بتاعتنا. يعني ما حدش يعبيها وهي سخنة. احنا 10 دقايق بالظبط وهنطفي عليها، وبعد كده هنسيبها تبرد خالص. وبعد ما تبرد ان شاء الله هنبقى نفضيها في البطرمانات معاكم ان شاء الله. ودي كانت مربى الجزر بتاعتنا بعد ما بردت. شايفين بقى بقت عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم ريحتها تحفه وطعمها لما دقتها جميل. يعني احنا ما استنيناش عليها، عملنا سندوتشات وكلنا منها على طول وهي لسه سخنه. طعمها جميل جدا. هستنى رايكم في التعليقات تجربوها وتقولوا لي طعمها كان ازاي عامل معاكم. هنعبيها بقى في بطرمانات. نجيب كده بطرمانات ناشفه ونضيفه ونبدا ان احنا نعبيها فيها. اهم حاجه واحنا بنعبيها نضغط عليها كده بحيث ان احنا نخرج الهواء منها، ما يبقاش فيها هواء، عشان تقعد معانا اطول فتره ممكنه، ما يجرالهاش حاجه في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده.
طبعا تقدروا تستخدموا اي بطرمانات موجودة عندكم، سواء بقى ازاز او بلاستيك، سواء كده او كده، هتأدي الغرض معاكم، هتبقى كويسة. ودي كانت مربة الجزر بتاعتنا بعد ما عبيناها في البطرمانات. طبعا هنغطيها وهنشيلها في التلاجة، هتقعد معاكم بقى زي ما انتوا عايزين، كل ما تحبوا منها زي اي نوع مربى تاني تطلعوا تستخدموا منه وترجعوها تاني. يا رب تكون عجبتكم، بالهنا والشفا. استنونا في وصفة جديدة من مطبخ حاجة حلوة.